مساء الفل على الكل. بصوا انا انتوا اكيد بتوحشوني، والمفروض ان انا اقول لكم طبعا، وده حقكم عليا ان انا اعتذر ان انا ما بظهرش. بس هو للحقيقه، وعشان اكون صريحه وواضحه، وانا ماليش نفس اللي بيحصل كده في الكوره وفي الرياضه عموما يقتل اي شغف فيك او احساس انك عايز. انا وصلت لمرحله ان حتى في ناس بتكتب في التعليقات: احنا بننفخ في قربة مقطوعة. قربة مقطوعة بجد. يعني انا مش فاهمه اللي بيحصل. هتكلم عن الزمالك حدث ولا حرج، واتكلمت مليون مره من سيء لأسوأ. ما بقاش عندك طموح، ما بقاش فكرك في صفقات، ما بقاش حتى في حد زملكاوي بيحاول ان هو يتكلم يقول مثلا ايه. انا يلا بقى عايزين صفقة كذا، عايزين. لا 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 لا، انت قاعد مشاهد بتتفرج على بقيت كل الأندية بتجيب صفقات، بتجيب لعيبة، وحضرتك قاعد كل طموحك في الحياة هو القيد هيترفع بقى امتى، اللي هو سايبينك لآخر يوم. وكل شوية المتحدث الإعلامي يطلع يقول لك ده القيد خلاص، وعود وحاجة هتفرح. هو ايه اللي حاجة هتفرح؟ والدنيا وحشة وغرامات وفلوس. ده انت قروض اخدت، تبرعات خدت، فلوس عمال تداين. لسه بنفكر القيد هيتفتح ولا ايه؟ تفكر تجيب مين لعيبة؟ ايه فترة الاعداد؟ انا مع احترامي رايح تعمل دورة 3 ايام في الوقت اللي فيه بطولة افريقيا بتتلعب. هو ده ايه؟ ده ايه؟ شوية اصل زيزو ممكن يتباع وهيجيب فلوس كتيرة وتحل مشاكل. لما لقوا الاعلام قايم والدنيا قايمة وبعد ما سيسيب ده طلع قال لك اصل زيزو وانا من رأيي يتباع، بقيت مباح. حسوا ان الجمهور، لا الاداره قالت مش هيتباع. شويه تاني ونتكلم على مش عارفه اصل فتوح. ده فتوح وكيله طلع قال انا ممكن بعد 6 شهور اتباع، ممكن بعد سنه بمبلغ، بعد 6 شهور بمبلغ. هو الزمالك رايح فين؟ ما هو ده هيخليك. انا هتكلم على الزمالك عشان ده هو اللي هيخليك ما تتكلمش عن المنتخب. احنا هنتكلم عن المنتخب ليه؟ وهقول لك ليه. انت لا في هدف للزمالك انت عايش عليه. اصل المدرب الاجنبي، لا ده كذب، مفيش مدرب اجنبي. عيننا المسؤول عن المنظومه الاعلاميه استاذ فلان. واحنا كل اللي شاغل بال الزملكاويه المتحدث، مع احترامي ليهم، ومين اللي هيجي ماسك المنظومه الاعلاميه مين؟ هو انت حضرتك شايف ان في حد بيتفرج على القناه اصلا؟ هو في اخبار منظومه اعلاميه لايه؟ للاخبار مثلا، للحاجات دي؟ لا حضرتك، القناه ما حدش يتفرج عليها. هو مين اللي بيذيع في القناه؟ كل الناس اللي كانوا اعداء للمجلس اللي فات وكان مش موجودين، يلا بقى نجيبهم سواء هم مفيدين او مش مفيدين. قلت لك على قطاع الناشئين من سيء لأسوأ لأسوأ لأسوأ، للعيبه عماله تتباع وتقول انا جددت الناشئين. مين اللي حضرتك جددت لهم؟ طب ما تطلع تقول اساميهم، ما تقول اللاعب فلان وفلان. انا عمال اسمع ايشو ماشي، فلان ماشي. هيصه، هيصه، قايمه موحده. ده في ناس زعلت مني وبتقاطعني عشان انا بهاجم المجلس ده. انتوا ما بتحبوش الزمالك، انتم مش بتحبوا الزمالك. انتوا مش في ناس اعرفهم انا عايزه اقول لكم ان في ناس قطعتني، وكانت معايا اصدقاء وفي جروبات وقطعوني عشان انا بهاجم المجلس ده. ليه؟ لمجرد اني بهاجمه، وفاكريني بهاجمه علشان انا بحارب. انا بحب الزمالك عنكم. انا مش مستنيه حد يقول اسمي. انتوا فرحانين اللي بيتقال اسمكم وبتطلعوا في القناه وانكم بتشاركوا في فتوح. مين ده اللي بيفكروا يبيعوه تاني؟ انتوا فكرتوا في الزمالك؟ انتوا بتحبوا الزمالك؟ انتوا كنتوا بتسكتوا كده على الزمالك؟ هو امتى هيجي ناس لنادي الزمالك بتحب نادي الزمالك للزمالك؟ مفيش حد. مفيش حد والله. انا مش شايفه مجلس. انت حضرتك عامل قايمه وانت عارف ان في واحد هو عارف انه مش من حقه يترشح. طب إيه حضرتك عارف انك مش من حقك، والمجلس كله عارف، واول حاجه بيطلبها كان قبل ما ينجح: النبي مش عايزين قضايا. قضايا مين يا ابني؟ ما هو في عوار،
في واحد مش من حقه يترشح وترشح. هل أنت بتحب الزمالك؟ يعني هل حضرتك أو القايمة اللي معاك وعارفة إن مش من حقك تترشح بتحب الزمالك؟ إمتى هنلاقي في الزمالك ناس عايزة تشتغل عشان الكيان، عشان بتحب الزمالك بجد، إنها لمّا تهاجم الغلط ما تصلّحوش بغلط، تصلّحه بصح. النهارده بتكلمني عن منتخب، منتخب إيه حضرتك اللي هيبقى ناجح؟ المنتخب ينجح بأمارة إيه؟ المنتخب ما قولوا لي طيب إيه في الرياضة المصرية تخلّي الزمالك حضرتك أنت عارف الزمالك المركز الكام؟ اللي هو المنافس، اللي هو العالم العربي كلّه بيشجّع يا الزمالك يا النادي الأحمر، أنت عارف أنت بقيت المركز ال12 تسمع حاجة عن الإسماعيلي؟ لأ، عن المصري؟ لأ، هو بس فيوتشر وزد وأندية بتاعة أندية خاصة وأندية هو ده، يعني هو ده اللي أنت عايز يطلع منّه منتخب كبير، حضرتك بتختار المنتخب جمهور ولجان نادي بعينه بيهاجم بإعلام أنت إزاي ما خدتش فلان، هو إزاي فلان ما اتاخدش، فرحانين باللي اتاخدوا من عندكم، مبسوطين، هو ده كان قمة تفكيركم إن هناخد مين وهناخد لازم تاخدوه من النادي ده، هو ده اللي أنتم وصلتوا له في المنتخب، لعيبة بتلعب هي غير مؤهلة وما تصلحش إنها تلعب في منتخب لمجرد إنها بتلعب في النادي التاني، بس وكما لو إن عايزين يثبّتوا فكرة إن هو النادي الوحيد اللي بيفرّح مصر، إن هو النادي الوحيد اللي بيجيب بطولات بقى من 5 فِرَق، بطولات من ماتش واحد، المهم إن هو صائد البطولات، هو اللي بيفرّح مصر، أنتم حتى الشغف للمنتخب المصري راح، مين دول اللي بيلعبوا في المنتخب لمجرد إن هُم بيلعبوا في النادي التاني؟ مين بيقول إن كل الأندية الجماهيرية الإسماعيلي كان بيطلّع لعيبة، ده أنا سمعت امبارح في الاستوديو التحليلي ناس من المغرب بتقول لك فين جيل حسني عبد رب وجيل ما ذكروش إن لازم اللي يبقوا موجودين من النادي بتاع النادي المنافس الأحمر، لأ، لكن أنت يا راجل ده استوديو تحليلي، سيف زاهر بيكلم عبد الحليم علي بيحللوا المباراة، يقولوا طب معلش بقى ثانية واحدة عشان معانا والد إمام عاشور عايزين نشوفه شاف المباراة إزاي، مباراة إيه اللي بتشوفها؟ أنتم خلّيتوا الواحد أنت بتكلم بقى بابا إمام عشان تسأله على إيه؟ لأ، اللي هو بُص شوف بقى، طب أنت ابنك لمّا كان في الزمالك كان حد بيكلمك؟ كان حد بيتصل بيك؟ قُل لنا بقى رأيك في المباراة إيه بقى، اتفرّجت على الماتش فين؟ يعني احكِ لنا بقى كده الماتش في منطقتك اللي كنت بتقول إحنا كلّنا زملكاوية وعامل في العمارة أبيض بخطين حُمر إيه ده؟ إيه ده؟ هو ده اللي أنت عايز تحلّله؟ هو ده اللي أنتم بتفكّروا فيه وعايزين الرياضة تتقدّم؟ أنتم مش عايزين الرياضة تتقدّم. فين تصنيف مصر أصلًا في المنتخبات كلّها؟ فين؟ فوالنبي الموضوع إحنا هنقعد ننفخ قربة مقطوعة إيه، عارف لمّا تجيب مصفى مخرّمة عايز تملى مَيّة تقوم هو خلاص، الزمالك اتدمّر، إسماعيلي اتدمّر، مصر اتدمّر، اتحاد فين؟ ده أنا باشوف رؤساء أندية يا جماعة جماهيرية هي عايشة حياتها بتخدِّم على النادي، أنت عايز مين لعيبة؟ يعني رئيس نادي فيوتشر بيقول لك يعني معقولة ما نساعدش النادي ده؟ ده لو طلب مننا طبعًا عمر كمال يروح، النادي ده بيساعدنا لمّا بنعوز لعيبة، هو إيه يا عم هو ده جارك هتخبّط عليه تقول له والنبي أنا عايزة شوية زيت؟ فده جاري بقى اللي أنا لمّا باعوز حاجة بيساندني، فأنا بقى هادّي له اللعيب بقى ويعني مش مهم بقى هاكسب مش هاكسب، إحنا بنساعد بعض وإحنا بنحب بعض إيه ده؟ هي دي الرياضة؟ يا أفاضل منتخب يعني فيه أندية قوية، أندية منافسة، استقرار، دعم مادي ودعم إعلامي ودعم معنوي لجميع الأندية زي بعض، وده مش موجود عندنا، إحنا هنفضل عايشين في وهم النادي الأوحد اللي بيسعد مصر واللي بيجيب حاجات لمصر وهيبقى تصنيفك صفر. ما تنتظروش حاجة، أنا مش هاتكلم على مجلس الزمالك عشان مش منتظرة حاجة، أنت بقى حلمك دلوقتي القيد يا عم اتكل على الله، هي دي بقى تدمير كل الأندية الشعبية، فوالنبي سلِّم لي على الكورة وعلى الرياضة وربنا معانا، إحنا بقى على الله حكايتنا، سلام.